الخادم نبيل جميل سعدون العيساوي. أخادم الإمام الحسين عليه السلام. الانتماء: موكب خدام الإمام الحسين الناصرية، تأسس رسميا سنة 2004. العمل الإنساني: نشاط واسع في خدمة الزائرين والمحتاجين والتشابيه الحسينية. خادم منذ ما قبل السقوط. نبيل جميل العيساوي ليس اسما عابرا في ساحة الخدمة الحسينية، بل هو من الأوائل الذين خدموا الحسين عليه السلام منذ ما قبل سقوط النظام البعثي، حين كانت المجالس تقام في الظلام والأصوات تخفض خوفا من بطش الظالمين، لكنه كان حاضرا ثابتا، وفي كل سنة يشهد قراءة المقتل الحسيني يوم 10، مشاركا ومستمعا متأثرا ومتأثرا. موكب خدام الإمام الحسين الناصرية. منذ تأسيس الموكب في سنة 2004 كان نبيل أحد أعمدته، يخدم الزائرين بكل ما يستطيع، من طبخ وتوزيع طعام وماء إلى توفير مكان للراحة وخدمة الزائرين. وما تزال راية الإمام الحسين ترفع سنويا بجهوده وجهود الإخوة الخدام في ساحة العز والولاء، وفي كل سنة تكون الراية إعلان ولاء وتجديد عهد مع سيد الشهداء. العمل الخيري والإنساني: لم تقتصر خدمته على الشعائر فقط، بل امتدت إلى ميادين الخير، فقد ساهم في توفير العلاج للعوائل الفقيرة، عمل على توزيع السلال الغذائية في المواسم والمناسبات، ساعد المحتاجين في صمت بعيدا عن الإعلام، وفقط طلبا لرضا الله والحسين. صوت التشابيه ودمعة الطف: كان لصوت نبيل دور فاعل في المشاهد الحسينية التشابيه، حيث جسد شخصيات من واقعة الطف، وأعاد بصوته مشاهد الفقد والصبر والمظلومية لتعيشها الجماهير وتبكي كأنها ترى كربلاء أمامها. كما كان من أوائل المشاركين في بدايات موكب أئمة البقيع الحسيني، وقدم فيه أدوارا مؤثرة عكست عمق المأساة الحسينية وحرارة القضية. فاستن فيندايسن. الختام: نبيل جميل العيساوي هو خادم ومحب ومحيي وإنسان. خدم الحسين في السراء والضراء، ورفع الراية حين خافها الناس، وساهم في نشر ثقافة العطاء والإحياء والبكاء، وكل ما من شأنه أن يبقي اسم الحسين حيا في القلوب. يبقى الحسين نورا في درب من خدمه، واسم نبيل العيساوي محفور في هذا الدرب. وفي الختام تقبلوا تحيات الإعلامي محمد جواد.